ب500 دينار 3 أكواب طحين ممكن تسوون 9 صامونات عراقية خلقة وأخلاق. شوفوها. تعالوا أعلمكم شلون نسويه بطريقة عمل بسيطة، بس ما أعرف أنتم تفضلون تسووه بالبيت لو تشتروه من برا. صراحة الشراء من برا أسهل. رغم هذا تعالوا نشوف طريقة العمل. بالعجانة خليتوا كوب وثلث من المي يكون فاتر، ماي للبارد لا تخلون حار. متفقين؟ خاشوقة كوب من الخميرة وخاشوقة كوب من الملح. طيب نخلطهم بسوية حتى يموع الملح والخميرة. بعدين راح أخلي 3 أكواب من الطحين 500 غرام بالضبط، نص كيلو. ممكن تعجنوها بإيدكم، أي جدا طبيعي، بس تحتاج شوية وقت. العجان يعطيكم نتيجة أحلى، بس عادي جدا بالإيد. حتى نحصل على عجينة هيش نحتاجها تقريبا 15 دقيقة تعجن، يعني ما تلزق وطرية بنفس الوقت. طيب واضح أعتقد بالفيديو. فتحتوها بهذه الطريقة بشكل طولي، بعدين غلفتوها بنايلون علاقة، يعني غلفتوها بشوية وصلة مدة 10 دقائق حتى ترتاح ويصير بيها الأوتوليز. متفقين؟ بعدين راح يصير بهذا الشكل. طبعا راح تصير بالشغل رهيبة مطاطية وتنطي نفسها بشكل حلو. قطعتها تقريبا 9 قطع. طيب بعدين راح ابدي اشنكها. طبعا الوزن حسب ما تريدوا، ممكن 100 110 حسب ما تحبون الوزن. تسووها. راح نسويها بهذه الطريقة، نلفها. طبعا صراحة اول تجربة اسويها فمو كلش باللف، فيعني لا بأس بها صراحة. طلعت النتيجة. خليتوها على وصلة، خمرتوها كذلك تقريبا يمكن 20 دقيقة. بعدها فتحتوها، كانت جدا جدا سهلة بالفتح. مثل ما واضح امامكم راح نفتح شوية من الوسط حتى نسوي الكرش مالتها، ونبدي ناخذ يمين ويسار، يسار ويمين. نكرر. انا اول مرة افتح صامون صراحة، يعني الاخوة جماعة الصامون هم مختصين وما شاء الله سريعين بهالامور، بس هي بسيطة صراحة، تحتاج شوية تكنيك بسيط. الثانية كانت نوعا ما احسن بالفتح. طيب طبعا خمرتوها كذلك او ريحتوها بعد الفتح تقريبا نص ساعة او اكثر من نص ساعة. صراحة كل ما تخمروها اكثر راح تنطيكم نتيجة احلى والطف. بعدين نحتاج نص كوب من المي وخاشوقة كبيرة من الطحين. نسوي هالخليط حتى تحمير الوجه. راح ندهن بيه الصمون وراح نخليه سمسم. طبعا السمسم مع الصمون يعطي نكهة رهيبة. حرارة 300 فوق وجوا، اعلى شي عندكم بالفرن اشتغلوها. طيب حتى لا تتأخر بالفرن وتيبس. وصارت عندنا بهذا الشكل لطيف. صراحة تجربة حلوة ورهيبة. أنا سويته 3 طوال يعني بشكل طولي، بس ما كان الشكل حلو، بس هذا طلعت رهيبة. جربوها عليكم بالعافية إن شاء الله يا رب.